خلاص لعنة الله على شيطانكم. أقول صلوا على آل محمد. اللهم صل على آل محمد. اي والله ان انتم تعلمتوا. انا اليوم ما في داعي نحكي قصة هيك وهيك، ما في داعي للبكي والحكي والهكي. اليوم راح نحكي عن الحاجات اللي تفرحنا من انتصارات وهيك. أقول إحنا بعد ما دخلنا على العراق وأخذنا كل ما نريده، والآن نحكم العراق، ودخلنا سوريا، وبعد أن دخلنا سوريا دخلنا إليهم هذه الأيام، دخلنا بفكر داعش. وكما علمناكم وتكلمنا المرة السابقة أن داعش حركة تبعنا ونحن من أنشأناها ودعمناها ونصرناها، وباسمها بفضل الله ندخل أي مكان نريده، وحتى باسم داعش نستطيع أن ندخل ونقضي على السنة بحجة أنهم داعش. نحمد الله على هذه النعم، وقد سيطرنا على العراق وسوريا ولبنان، والآن اليمن فطورك يا صايم. أتعرفون هذه الكلمة؟ دائما ينطقون في اليمن فطورك يا صايم. فقد فطرنا باليمن. في اليمن الآن ظهر اليماني الذي قررنا في يوم من الأيام نكتبه حتى نطوق الهلال، والحمد لله تحققت خططنا وليست نبوءتنا. وبعد أن ظهر اليماني في صعدة انتشر ودخل عمران، وبعدها صنعاء. فاعلم أنا أعرف أكثر المدن اليمنية من خلال ما يرفعون لي أنهم دخلوها. صنعاء، عمران، ذمار، تعز لا إن شاء الله ما أذر ما ندخلها. على العموم الآن الحمد لله شيعتنا يفجرون المساجد ولا عاد يخلوا مسجد إن شاء الله. قولوا آمين إنه ما يبقى مسجد. آمين. والآن بعد أن فجروا المساجد، والآن يفجرون بيوت النواصب وبيوت أي بيت. اللهم صل على آل محمد. لا تكونوا ترفسوا، قد احنا فيها.